اللقاء بيلعب مفيش حاجه، وادي تسديده. الله يا احمد يا جديد يا قناوي، الله يا احمد يا جديد يا قناوي. اجمل واحلى من كده ايه؟ هي جول للنادي المصري. الكره رايحه بتكلمه بتقول له سجلني سددني سجلني شكرا. احمد شديد قناوي لا لقى نفسه مع النادي المصري، وادي فرحة جماهير النادي المصري، الألف مشجع والألف متفرج اللي جايين ورا النادي المصري. هيعمل ايه هيثم محمد؟ لازم يشرب مية. هيعمل ايه بعد ما شرب ودخل في مرماه؟ هدفين في أول تلت ساعة. اتحضرت حلوة من زهران واحمد شديد قناوي. الله الله الله، هدف حلو برجله الشمال رايحة في زاوية صعبة. احمد شديد قناوي الهدف الثاني للنادي المصري. 2. هي خبطت هي ورايحة، بس اصلا من الاول شكلها حلو. التسديدة حاطط وش رجله ممرجح رجليه فاتح صدره باصص لمرمى هيثم محمد. وادي المقصورة الرئيسية، وادي كامل ابو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري. الراجل ده رجعنا لكم مرة تانية. أحمد شايف الموضوع ممكن يتحل ودي؟ والله كان في كلام أنا بتمنى. أنا كابتن مستر كامل لسه طالع على قناة الحياة وقال إن أحمد انتوا الاثنين اتكلمتوا. احنا الاثنين أنا كنت بتكلم على التليفون، كنتوا في مواجهة تليفونية. لأن أنا كنت بوضح، واحنا حاولنا نجيبه ما عرفناش في لأن الحقيقة. أنا كنت بوضح له بس جزئية إن في ناس بتكلمني عايزة تأذي والكلام ده، وأنا وضحت له إن أنا في عيش وملح ما بيني وما بينك على الهوا قدام الناس كلها. طب رد عليك قال إيه؟ قال لي احمد انت ابني، وانا موضوعك اعتقد انه خلاص بننهيه. موضوعك اخرج براه انت، واحنا خلاص موضوعك ايه مع النادي الاهلي، وهنخش في حوار ان شاء الله يوصلنا انا لما ارجع ان شاء الله بكره او بعده هيكون الموضوع انتهى رسميا ان شاء الله. هو علاقته طيبه باداره النادي الاهلي. كابتن هو ناس وصلت له كلام غلط ان النادي الاهلي ودى احمد شديد وجاب احمد شديد ودخله النادي ومضى احمد شديد وجاب. طب انت تفتكر ممكن يبقى في صفقه تبادليه شكلها ايه يا احمد؟ والله ما اعرفش كابتن، دي هتبقى بتاعت مجلس اداره النادي الاهلي طبعا، ومستر مان هو اللي بيقرر اللعيبه اللي تمشي واللعيبه ودي هتبقى ما بينهم بقى. انا حواري اللي ماشي بيه في العقد ده حوار انا ده انا بخلص نفسي. لكن النادي الاهلي هو قال لي خلص نفسك. لو احنا عرفنا نخلصك رسمي يعني في مفاوضات جاده مع النادي المصري، هنتكلم مع النادي المصري قانونيا ان احنا احتراما للانديه كده. لان احنا والله العظيم الكلام ده اتقال يا كابتن ان احنا بنعشق جمهور بورسعيد وبنعشق جماهير النادي المصري، فمش هينفع نخش معاك مش هناخدك بالطريقه ديت. انت مع نفسك عايز تظبط نفسك وتخلص نفسك وتجينا، خلص نفسك. ما خلصتش نفسك النادي الاهلي ما اعتقدش ان النادي الاهلي محتاجك، واحنا اكيد هنخلص قانونيا مع النادي المصري. الناس قالت لي كده، لكن اي كلام وصل لمستر كامل. قعدت مع مستر مانويل؟ لا ما قعدتش. ما قعدتش خالص؟ لا لسه والله. لا لسه. في دبانه سئيله جوه الاستوديو. جوه الاستوديو عمال كل ما بس يا كابتن فيعني انا بتمنى. انا جات لك تاني؟ مش عايزين اتمنى خالص. مش عايزين اتمنى خالص. قولي الامنيه بعد كده. قول له امنيه بسرعه قبل ما تيجي. لا والله يا كابتن الحمد لله. بص كده تيجي تقول له امنيه تقول زي ما جايه لك. جاي من بورسعيد. مش عايزين اقول الرغبه. لا والله يا كابتن انا بتمنى ان شاء الله يعني الموضوع يخلص على ان مستر كامل يمشيني للرغبه بتاعتي والعب في المكان اللي انا ارتاح له. اهم حاجه ان انا ابقى موجود في القاهره يا كابتن. انا اهم حاجه موجود في القاهره. النادي الاهلي اي نادي، في اي نادي بس اهو الرياكشن اهو جابهولك اهو بقى جابهولك. بص وحسام لعيب كويس قوي على فكره. جدا يا كابتن. بص يا كابتن حسام حسن ادي اهو بتشكره وبسقفوا لك اهو. هو ده جمهور. كمل يا رمضان، يا ريت يا رمضان. لا عشان نبين بس انه في ثانيه كانوا قلبين وفي ثانيه زعلان لسه. لا انا مش زعلان. كل ما تفتكر القصه دي لا ما تزعلش. انا مش زعلان والله يا كابتن. هي دي مهما حصل انا بقولها صريحه يا كابتن، وبقولها وافضل اقولها في كل مكان. حتى لو رحت النادي الاهلي او رحت اي نادي تاني الناس دي يا كابتن وقفت جنبي في يوم من الايام. وقفتني على رجلي مره تانيه. انا بقولها حتى لو رحت في اي حته.
انا ما بنكرش الجميله يا كابتن، ما بنكرش. انا اصلي بنت في النادي المصري وظهرت في النادي المصري. ده انا بقولها كده. ما فيش مشكله يا كابتن ان انا يبقى اللعيب 3 سنين في النادي المصري. انا الاحتراف كده يا كابتن. انا رغبتي يا جماعه ان انا اكتفيت بال3 سنين ومش هقدر ادي